الفيديو بتاع النهارده بقى هو اكتر فيديو بيجي عليه سؤال دايما من الشباب وبرضه من البنات احيانا، لكن اكتر سؤال رده شويه مختلف، رده شويه مش ثابت. السؤال ده هو اللي انا هل اقدر اشتغل وانا بدرس، او هل اصلا في شغل في تركيا؟ السؤال ده بقى مش هيبقى سؤال من ليه معلومات ولا ليه إجابة من الكتاب. السؤال ده هيبقى عن تجربة شخصية أنا عديت بيها، تقدر أنت تاخدها تستفيد منها. وبرغم إن تركيا التعليم فيها كويس جدا والدولة كتير فيها شبه من الدول الأوروبية، إلا إن هو ده الحاجة الوحيدة اللي مش شبه الدول الأوروبية. يعني في الدول الأوروبية في حاجة اسمها بارت تايم، بتشتغله بجانب الجامعة، يا ساعات الجامعة بتوفره يا انت بتدور عليه لانك انت طالب فبتشتغل بارت تايم. البارت تايم ده بيبقى شغل مثلا 4 ساعات او 5 ساعات، وبتقبض فيه نفس المبلغ اللي تقبضه لو شغال الشغل كله، لكن ده بيبقى عذر لانك انت طالب. في تركيا النظام ده مش موجود. الشغل في تركيا بيتراوح لمدى طويل قوي. الشغل في تركيا اقل حاجه ممكن تلاقيها هو 7 ساعات، من 7 ساعات ل 8 ساعات ل 10 ساعات ل 12 ساعه كمان. بس مش دي النقطه المحبطه. ده لو انت في مجال معين انت شاطر فيه، او مجال معين انت بتعرف تشتغل فيه، او انت شغال فيه في مصر، تقدر تيجي هنا تدور عليه، تدور على اللي انت تشتغل في نفس اللي انت بتعرفه. هيسهل عليك كتير قوي. وكمان تركيا فيها محلات كتير قوي عربيه. يعني انت مثلا لو شغال في مطعم في مصر وفاهم في شغل المطاعم، تقدر تيجي هنا تدور على شغل في مطاعم، حتى لو في الاول هتشتغل مع عرب وكده، لكن في الاول هتلاقي. بس ده يرجعنا لنقطه ان انت تتعلم التركي، هتساعدك كتير قوي. لان في العادي انت هتحتاج التركي في ان انت تتعامل مع الناس، وكمان هتحتاج التركي لانك المفروض بعد سنه دراسه هتبتدي تدرس في الجامعه بالتركي، فبالتالي التركي لا غنى عنه. كمان هيفتح قدامك فرص شغل اكتر، بدل ما انت محصور بس في انت تشتغل مع عرب، هتقدر تشتغل مع اتراك. طب ليه انت مثلا ما عندكش شغل في مصر انت ماشي فيه، او لسه ما تعرفش اي حاجه، مجرد جديد فعايز تشتغل؟ الحاجه المهمه اللي لازم تعرفها هنا ان الشغل متاح. يعني ايا كان اللي انت عايز تشتغله هتلاقي شغل ليه. لكن انا انصحك في اول سنه تيجي هنا تركيا، او مش على الاقل اول سنه، اول 6 شهور لازم تدي اللغه التركيه دي كل اهتمامك، عشان انت لما تتعلم التركي في اسرع وقت هتوصل للي انت عايزه في اسرع وقت. لكن في نفس الوقت عن تجربه هنا اللي انت هتقدر تلاقي شغل في كذا حته. لو انت فعلا عايز تشتغل وفعلا هتقدر توفق ما بين الدراسه وما بين الشغل، هتلاقي شغل متاح كتير. وفي حته التوفيق ما بين الشغل والدراسه دي، فهي هترجع لك بنسبه 100%. اولا على حسب مواعيدك في الجامعه هتكون عامله ازاي، ثانيا على حسب مواعيد الشغل بتاعتك هتكون عامله ازاي، ثالثا انت شخصيا هتقدر توفق ما بين الكلام ده ولا لا. ففي العادي اول ما تيجي مش هتخسر حاجه، انت كده كده داخل بلد جديده بتجرب كل حاجه لاول مره في البلد، فبالتالي لو جربت انت تشتغل هنا مش هيبقى عندك مشكله. هتبتدي تشوف الشغل، هتشوف هل هيناسبك ولا لا. لكن لو حسيت ان الشغل ده بيأثر على الدراسه، وقف الشغل خالص لغايه ما تخلص دراستك. اذا كنت لسه هتدرس لغه، اذا كنت لسه بتدرس في اول سنه، ايا كان وقف الشغل ما دام انت بتدرس، لان انت كده كده عندك ما بين كل ترم وترم في اجازه تقدر تنزل تشتغل فيها، فتقدر في الاجازه دي تنزل تشتغل وتأمن لنفسك مبلغ يقعد معاك فتره كويسه. انا مش عايز الفيديو ده يطول عليكم ولا احبطكم ولا احمسكم زياده عن اللزوم برضو، لكن انا بقول لك ان انت لو عايز تشتغل هتلاقي شغل، وانت عايز توفق ما بين دراستك هتوفق ما بين دراستك وما بين الشغل، وكل واحد في الاخر بيكون عارف قدره نفسه. فيا رب يكون الفيديو عجبك. وطبعا لو انت عندك اي اسئله زياده هتنزل تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن، هتلاقيني سايب لك لينك الواتساب بتاعي ولينك صفحه الانستجرام ولينك صفحه الفيسبوك. ولو عندك اي كومنت تاني تقدر تسيبه تحت في الفيديو، هرد عليك برضو، يكون لزمايلك لو حد دخل شاف الكومنت وكان في دماغه نفس السؤال يلاقي الرد، فيسهل عليك وعليا وعليه. حابب اشكركم. النهارده قفلنا 1000 مشترك وشويه اهو. مهم ان شاء الله دايما يبقى في استمراريه كده، وان شاء الله دايما نساعد اللي عايز يعرف اي حاجه عن السفر او عن الدراسه. وهي دي بس سلسله مستنيها بس تخلص، بحيث ان هي تكون مرجع لاي حد حابب يسال عن اي حاجه او اي حاجه تيجي في دماغه، يبقى ليها فيديو يقدر يرجع لها. وبعد كده ان شاء الله هيبقى في فيديوهات كتير تانية، بس بقى بره هنا ان شاء الله هيبقى في فيديوهات في الشارع، فيديوهات للجامعه، فيديوهات للسكنات والكلام ده كله. يعني هيبقى في فيديو ان شاء الله للسكن قريب، هيبقى بيتكلم عن السكنات والفرق ما بينهم وايه الافضل من وجهة نظر انا. وبعد كده ان شاء الله هنزل لكم فيديو بقى لكل سكن من انواع السكنات دي، هيكون فيديو بيلف السكن كله، العيوب والميزات والايجابيات والحاجات اللي زي كده. فعلشان تقدر تشوف كل ده ما تنساش تشترك في القناه، تعملنا لايك للفيديو ده، تفعل الجرس عشان اي فيديو ينزل جديد تشوفه اول باول.